حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ديت بقى ايه اللي هي صينيه الجلاش باللحمه، احنا بنقول عليها امامه، شو انتوا بقى بتقولوا عليها ايه؟ انا عملت ايه كذا طبقه كده فوق بعض، ما بين كل طبقه والتانية من الجلاش حطيت عليها ايه سمنه. هنا بقى انا عصقت لحمه اهوت، عصقت لحمه عاديه خالص زي اللحمه العاديه، بصلايه وعليها حته لحمه. انا بقى بحط عليها زبيب وملح وفلفل. طبعا قلت يعني مش لازم ان انا ايه، يعني انتوا طبعا الحاجات دي سهله، فانا مش لازم اوريها لكم بالتفصيل، يعني انتوا عارفين يعني الحاجات دي. فانا قلت ايه يعني ابين لكم انا بعملها ازاي، كل واحد بقى يقول لي طريقته هو بيعملها ازاي. انا لغايه كده اهوت، وهبتدي بقى احط عليها الطبقه التانية اهو. شوفوا بقعد بقى احط طبقات ما بينها سمنه كده اهو، افرد كده واحط ايه سمنة عليها لغاية لما اكون يعني ايه 5 7 طبقات على حسب بقى الصينية كده، لغاية بقى لما نوصل للمرحلة الاخرانية. تعالوا بقى اقول لكم انا بحط عليها ايه في الاخر بعد ما بقطعها. ديت بقى يا جماعة الامامة اهي بعد ما قطعتها. وهنا بقى هنا جبت ايه كوباية لبن على بضاية على ملح على فلفل، هروح بقى ايه كبنها عليها اه بس كده. هندخلها بقى الفرن لما تطلع هوريها لكم. يا جماعه هي بعد ما بتطلع غطوها بس هتطلع معاكي طريه ومش ناشفه. شوفوا بقى انتوا بتعملوها ازاي بقولوا لي. يلا الف هنا عليكم وجربوها بالطريقه دي وقولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. يلا كل سنه وانتم طيبين. باي باي.